السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كنبغي نرحب بالمتتبعين ديالي وايضا بالناس الجداد اللي انضموا للقناه ديالي عالم ليلى. اليوم ان شاء الله غادي نحضروا مع بعض تقليه كتجي زوينه بزاف ومعلقه وبطريقه سهله وناجحه 100%. خليكم معايا من اول فيديو حتى لاخر الفيديو باش تعرفوا على مقادير وطريقه تحضير الوصفه ديال اليوم وفرجه ممتعه. بالنسبه لمقادير التقليه غادي نحتاجوا الدواره، غادي نحتاجوا جوج مطيشات كبار محكوكين، جوج بصلات كبار مشلضين بهذه الطريقه كما كتشوفوا معايا، القزبور ومعدنوس، 4 ضروس ديال الثومه محكوكين. في العطريه غادي نحتاجوا معلقه صغيره ديال الابزار الخرقوم، نص معلقه صغيره ديال السكينجبير، نص معلقه صغيره ديال الكمون، معلقه صغيره ديال القزبور حبوب عنده واحد الدور كبير في التقليه، ومعلقه صغيره ديال التحميره، الملح حسب الذوق، ومعلقه كبيره ديال مطيشه الحك. وغنحتاجوا ايضا مزيج بين الزيت النباتيه وزيت زيت البلديه. نبداو على بركه الله في تحضير الوصفه ديالنا. بسم الله، نبداو على بركه الله. بالنسبه للتقليه ديالنا راه سلقتها مع شويه ديال الماء والملحه باش تحيد منها الزفوريه. غادي نحطها في الكوكوط. غادي نزيد عليها البصله والقزبور والثومه، نضيفو ايضا الزيت، بالنسبه للعطريه غادي نحط كلشي، غادي نخلطوا المكونات ديالنا في الكوكوط وغادي نحطوها على عافيه مهيله حتى تشحر واحد 10 دقائق. طلق لينا داك الماء ديالها ونطلقها. التقليه ديالنا صافي هي تشحرات كما كتشوفوا معايا، خليتها 10 دقائق حتى تشحرات مزيان. دابا غادي نرويو بالماء سخون كما كتشوفوا معايا. صافي وغادي نسدو عليها على عافيه مهيله حتى تقرب طيب ونحلو عليها. المتابعين ديالي التقليه ديالنا هي دخلها الطياب كما كتشوفوا معايا. دابا غادي نزيد ليها مطيشه محكوكه. بسم الله. غادي نزيد معلقه كبيره ديال مطيشه الحك وشويه ديال الزيتون الخضر سلقته في الماء باش تنقص منه الملوحه. صافي دابا غادي نخلطوا المكونات ديالنا مزيان وغادي نسدوه على الكوكوط حتى طيب لينا مطيشه وتكمل لينا التقليه الطياب، ونتلاقاو ان شاء الله نشوفوا الشكل النهائي ديالها. متتبعين ديالي الطبق ديالنا ديال التقليه هو موجود كما كتشوفوا معايا، كتجي خاتره ومعلقه وكيجي المذاق زوين بزاف. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها. الا عجبكم لا فيديو ديال اليوم ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الزر الاحمر للاشتراك باش يوصلكم كل جديد. بالصحه والراحه، الى اللقاء.